ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل فطاير جميلة كده بالجبنة الرومي، هشة جدا وخفيفة، طعمها روعة. كمان ممكن تستبدلوا الحشوة بأي حشوة تعجبكم. ان شاء الله تعجبكم قوي وهتعجب الولاد في المدرسة، وهتبقى بدايل للسندوتشات، انها تبقى جاهزة عندنا في الفريزر، تطلع على طول مجرد حتى ما بتاخد درجة حرارة الجو بتبقى تحفة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو وشاركوا الفيديو مع اصحابكم والاشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ الوصفة مع بعض. اول حاجة عندنا نص كيلو دقيق، هنحط عليه 70 جرام سكر، وهنحط معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة بيكنج صودا الخبز، وعندنا رشة ملح. هنحط بقى كوباية لبن ساقع، وهنكمل عجن بمية. نعجن فيها كويس قوي لحد ما تتجمع معايا وما تبقاش عجينة سايلة، لاني لسه هحط 50 جرام زبدة. هندخل بقى الزبدة في العجينة كده. العجينة دي بتبقى ملزقة معايا خالص، مش ملمومة وفيها تلزيقة خفيفة، لا، ملزقة خالص زي ما انتم شايفين كده. بغطيها واسيبها تريح. بصوا بقى، اول ما بتريح هي بتبتدي تمسك لوحدها. بعوز ايدي دهنة زيت خفيفة وابتدي اجمع العجينة مع بعض. بصوا العجينة بقت اتجمعت معايا وبقت ناعمة وجميلة ازاي. هدهنها دهنة زيت خفيفة واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. بعد كده بصوا هبتدي بقى اقسمها نصين. البابلز دي دليل على ان العجينة ناجحة معايا جدا. هنمسك بقى واحدة واحدة رشة دقيق خفيفة كده ونفردها على شكل دائري. هنبتدي نقطعها بقى المثلثات. هنحط بقى جبنة رومي مبشورة، وهنحط زيتون اخضر مقطعينه قطع صغيرة. طبعا براحتكم بقى تغيروا تحطوا حاجة زيادة تنقصوا حاجة براحتكم. بنبتدي بقى نحشيها، نعمل 3 فتحات كده في المثلث من فوق ونلفها. عايزه اقول لكم ان من حلاوتها الولاد خلصوها ما استنتش اصلا تتشل المدرسه، فهي حلوه جدا جدا جدا. بصوا سهله خالص. عندنا بقى صاج مدهون زبده، بنقفل كويس قوي الجناب علشان الجبنه ما تنزلش عندي من الفطاير، فبقفلها بتاكد على القفل. بحطهم بالشكل، برصهم بالشكل ده في الصاج. هبتدي بقى رشة دقيق وافرد الكرة التانية بقية العجينة على شكل برضو دائري. بصوا سهلة بقى، ولا بنكور ولا اي حاجة، في ثواني بتتعمل. مفيش اسهل من كده، وفي نفس الوقت شكلها جميل جدا ومشهي. المقادير بالظبط هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كده بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا كلها بنغطيها ونسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. رشة مية قبل ما ندخلها الفرن، عندنا الفرن مشغلينه على درجة حرارة 180 قبل بربع ساعة. صينية مية على صاج الفرن من تحت والرف بتاع الفرن لفوق. اول ما بتخرج من الفرن بنغطيها بفوطة علشان تطرى معانا وتبقى جميلة. هي اصلا طرية بس عشان اللي بيحبها طرية اكتر.
وبعد كده تاكلوها بألف هنا وشفا. بصوا الفطاير معانا عاملة ازاي، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.